من بره الكلام ده بيحصل؟ اولا كل احترام للاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد اللي انا يعني عزيز عليا جدا وعلى المجهود اللي بيعمله ومجموعه العمل اللي معاه. الكلام ده اكيد ما بيحصلش. يعني بقول لحضرتك اكيد ما بيحصلش ان هم عندهم عمل يومي. تمام. وانا ما بسعاش ان اكون ضمن المنظومه. يعني مش دم تقيل انتوا بتعملوا ايه وبتاع، لا ما عنديش الكلام ده خالص. انما لما بيكون في حاجه مهمه يعني وليهم هم ابدوا الرغبه ان هم يسالوني او ياخدوا رايي، الحقيقه انا ما بتاخرش. وانما اداره العمل ويعني انا ما اعرفش الماتشات امتى. ولا عارف تنظيم المسابقه في الدرجه الثانيه ولا الثالثه، ده شغلهم. لما بيكون عنده مشكله على مستوى المنتخب او ده ولا ده طبعا لازم بقى يعني لازم يعني الواحد يمد ايده. طب خليني بوقائع. قالوا المهندس هاني ابو ريده كان عايز يجيب مدير تنفيذي معين، ولكن المدير التنفيذي اللي جه العميد ثروت سويلم رغبا او بعيد عن رغبتك، وقالوا ان كده ما بيقدرش. بعد كده قالوا لا، ما جه الاجتماع اللي بعده قعد على الترابيزه وجاب الكابتن شوقي غريب اللي انا بقول كان يستحق انه يكون مدير فني منتخب مصر، وان اللي حضرتك اصريت ان يجي الكابتن شوقي غريب. هو بص، وانا ما حضرتش انا في الناس عشان ما يقول لك اصل واحد يقول لك قاعد هي حضرتش الا نص جلسه او ربع جلسه. كان فيها شقين ما كانش اصلا موجوده على الاجنده فيها المنتخب. كان فيها التنظيم الخاص بقطاع الناشئين وازاي المنتخبات الوطنيه، كنت انا عملت دراسه ليها، وده كانت انا دايما بعملها، حتى حاليا موجوده انا عاملها في الاتحاد الدولي وفيها نقاش، ودي مسؤوليه الاتحاد الدولي كمان. وبالتالي لما الاتحاد الدولي بيسالني فيما يخص المسابقات بلدي ما تسالنيش طبعا، عيب يعني. خاصه ان انا كنت ماسك القصه دي اكتر من 15 سنه. وبالتالي كان في الجلسه دي كنت قدمت ورق ل 2020 ان ازاي نشتغل الفتره اللي انا بعتبرها فتره قصيره جدا. يعني لما اشتغل تخطط ل 20 سنه مش لخمس ست سنوات. وبالتالي انا كنت مقدم الكلام ده، هم طلعوا بيه كلهم مسكوا الورق الملون ده وطلعوا على الاعلام بعد الجلسه. انما فتح هذا الموضوع. فتح هذا الموضوع بقى. ايوه كان عندي قناعه شديده جدا جدا انه الوقت والتوقيت المناسب لشوقي، انما الظروف ما سمحتش. مجموعه اللاعبين اللي كانت معاه ما ساعدتوش في الفتره دي. كلنا كان عندنا قناعه، لكن هل حضرتك فرضته ولا كان ده حسب اختيار الجميع؟ لا ما تبقى اصل مفيش ده اصوات. يعني الناس قاعده ب 11 صوت بيتكلموا، انا ماليش صوت، ده انا قلت رايي يعني. انما الناس بدليل ان هو انا يعني كل المنتخبات اللي موجوده ما اعرفش عنها حاجه. ولا انما الفتره دي لما سئلت في الموضوع ده قلت فلان. وطب الناس ما كلمتش على عصام بدري. ما انا كنت موجود في الجلسه برضه. بس خد بالك الناس بيبقى ليها توجيه معين بالظبط، او حد بيوجه معين فكل بيمشي بالتوجيه. طب ما حسام بدري فين؟ كان في الجلسه دي برضه. الاثنين اللي اتحطوا في، واعتقد ان هم في الوقت ده كان يستحقوا الاثنين يكونوا موجودين على راس الجائزه الفرديه. مظبوط. يعني ما تجاملوش الحقيقه. انما يعني ما فيش حاجه بعد كده. انا حتى يعني لما بسال بحاجه ببقى اكتر وقت يعني ببتعد عشان ما الواحد ما يحبش يفرض نفسه. اما فيما يخص ما هو زي ما حضرتك قلت، انا كنت اللي عايز علي عبد العزيز اول يوم. تمام. وكان اول وثاني جلسه هم جابوا اللي انا قلت عليه. ما انا بقول لك دي ودي، ما انا بدي لك حقك. يعني ما حصلش. وبعدين كانوا كلهم لسه جايين بالقلم الرصاص، ما بقالهمش شهر. مظبوط. مظبوط. وزي ما بيقولوا يعني ده مجموعه هنا بريده، ده ما حصلش. انما الحقيقه برضه كل احترام لثروت علاقتي بيه ممتازه، وادى دور كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت فيما يخص كبير جدا فيما يخص الدور الامني والملاعب. الحقيقه ثروت عمل مجهود خرافي. طبعا. وبعدين يعني هو راجل على خلق وراجل عنده خبره امنيه ضخمه. والحقيقه هو استفاد منه الاتحاد ان حل مشاكل كثيره جدا جدا، وعلاقاته بالداخليه هيكمل معاك في اتحاد الكوره ولا طبعا مدير تنفيذي؟ بص هقول لحضرتك، ما فيش واحد يعني تقدر تستفاد منه مش هتسيبه. انت محتاج الناس كلها، ومحتاج اضافات كتيره، ومحتاج اجيال جديده تشتغل بفكر جديد. حتى بعيد عن فكره انا زي ما اقول الاجيال الصغيره احسن مني، انهم بيتعاملوا بلغه العصر اكتر مننا. ولكن في نفس الوقت لما تضيف له خبراتك اكيد يبقى انت تسيب ارث من القوى البشريه اللي المفروض تعملها. وده بقول لحضرتك ده انا عن نفسي بحب ده قوي. محتاج اجيال جديده وبتحب ده قوي، وفي نفس الوقت قيمتك الانتخابيه الجايه اللي حضرتك هتعلنها لنا دلوقتي فيها عدد من اعضاء اتحاد الكوره اللي كانوا موجودين